السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر من مشاتل الحياة. النهارده احنا هنا في المشتل بنقوم بعملية تسميد للنخيل الموجودة هنا في المشتل، سواء نخيل في عملية التحضيم بيتعمل لها لسه فترة التحضيم بتاعتها لسه ما خلصتش، او على النخيل اللي خلصت فترة التحضيم بتاعتها. احنا النهارده او الاسبوع ده خاصة بنستخدم الهيوميك. ايه الفرق ما بين الهيوميك وايه الفرق ما بين الان بي كي؟ عشان ناس كتير بتستعمله ومش عارفه ايه الفرق ما بين ده وايه الفرق ما بين ده، او ايه اللي بيستعمله. احنا بنستعمل الهيوميك ليه وبنستعمل الان بي كي ليه؟ اول حاجه الهيوميك ده بيشتغل كمنشط عام للجذور. يعني ايه برضك منشط عام للجذور؟ يعني بيساعد الجذور على امتصاص العناصر الغذائيه الموجوده في التربه اسرع واحسن، بيساعد على نمو الجذري وتكوين مجموع جذري قوي. ده الهيوميك. تاني حاجه اللي هو تاني سماد معانا يعني اللي هو الان بي كي. الان بي كي ده بيتكون من 3 عناصر رئيسيين، 3 عناصر مهمين جدا في حياه النبات. ايه هم ال3 عناصر دول؟ اللي هو النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. اللي بيعملوا النيتروجين وايه اللي بيعملوا الفوسفور وايه اللي بيعملوا البوتاسيوم؟ اول حاجه النيتروجين ده بيعمل على تشجيع النمو الخضري في النبات، بيساعد النبات على تكوين مجموع خضري كويس. ده بالنسبه للنيتروجين. تاني حاجه اللي هو الفوسفور. الفوسفور زيه زي الهيوميك اسيد تقريبا، بيساعد على تكوين مجموع جذري قوي على امتصاص العناصر الغذائيه الموجوده هنا في التربه. ثالث حاجه اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم بيشتغل بصفه عامه على النبات كله، يعني سواء تكوين مجموع جذري او مجموع خضر. ده بالنسبه للان بي كي. احنا دلوقتي هنتنقل معاكم ونشوف ازاي بنتم عمليه التسميد عندنا هنا في المشتل. كده هنكون اتنقلنا معاكم ازاي بيتم التسميد هنا في المشتل. طبعا ابو منى هيورينا ازاي بنقوم بعمليه التسميد عندنا هنا في المشتل. اتفضل ابو منى. طبعا ده المقياس اللي هو في ايده ده بيبقى مقياس محددينه وعشان يتم بيه عمليه التسميد مظبوط يعني. ده طبعا نخيل مجدول لسه في عمليه التحضير زي ما حضراتكم شايفين. طبعا وهكذا طبعا بيتم عمليه التسميد بنفس الطريقه في كل المنشر طبعا. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو مع حضراتكم. كان معاكم المهندس مصطفى بكر من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.